وعملت لكم الممبار بتكاته وبحركاته بطريقة سهلة وبسيطة. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا كده الواحدة الرزاية بالواحدة. وغسلت لكم الممبار ونزلته لكم على فكرة طريقة الغسيل بتاعه وخليته زي القشطة. ورحت نازلة بالرز بتاعي كده في الصينية. ورحت نازلة عليه بالبصل المبشور متقطع رفيع كده يعني. ورحت نازلة عليه بطماطم، لازم اقطع طماطم مقطعة مكعبات صغيرة. ورحت نازلة عليها برضو بشوية فلفل، لازم انتوا عارفين انا احب الشطة والحاجات المشطشطة. ورحت نازلة بالخضرة بتاعتنا. بصوا بقى انا المحشي ده بيحب الخضرة كتير. ورحت نازلة بالطماطم المسبكة، كنت برضو مسبكة له طماطم ومعلقتين صلصة كبار. وخدي بقى ودي وده. وحطيت التوابل الفلفل الاسمر والملح وكمون. انا ما بكترش بهارات كتير يا جماعه في الاكل. وقعدت دعكته كده في بعضيه دعكه حلوه كده. بصوا كده ده الملح بتاعه. وقعدت دعكته كده دعكه حلوه. ورحت دايم مصفيه الممبار، كنت بقى هنعاه شويه ميه تاني وابدا احشي كده. بس ايه مش هطول عليكم في الحشو عشان ما اطولش الفيديو عليكم قوي. بس بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعد ما بحشي كده برصه كده في صينيه جنبي. ما تمليش الممبرايه قوي عشان ما تفرقعش والرز بيزيد. رصيته كده وكنت مجهزه له الميه بتاعته اللي هسيطه فيها، حاطه فيها فلفل وبصل وجزرايه وعصيان خضره كده ريحتها حلوه وورق لورا. تمام. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المية طبعا هي كده كانت بتغلي، هنا هزودها لسه تاني. بنزل بالممبار بتاعنا واحده واحده كده. بصوا لما بنزل المية بروح عامل ازاي من المية السخنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعلقه توم برميها كده انا في الشوربه دي، بصراحه هتديكوا ريحه حلوه. ما كانش تدي ريحه حلوه ما تديش ريحه وحشه. دي كده بتخلي شوربه الممبار ريحتها والله ده يبقى الشارع اللي جنبينا. ورميت برضو كان فيه الفلفل كده. بسيبه بقى يغلي غلوتين حلوين كده. ورحت مطلعاه مصفياه ونبدا بقى نحمره. وبصوا بقى وعملت لهم طبق ملوخيه. وروحي يلا الصلاة على النبي ما تتحرميش ان شاء الله من زيارة النبي وانا وانتي وقولي يا رب. بصوا تعدوا الرز بتاعه بالرزاية وده طبعا